أتمنى من كل عشريني يسمع الكتاب ده ويستفيد من تجارب الأكبر سنا، وفي نفس الوقت ما يسمعش إلا لنفسه لما الموضوع يكون متعلق بقرارات مصيرية شخصية زي الزواج أو العمل. ولأن مرحلة العشرينيات تستحق الاهتمام والإضاءة على كل مميزاتها ومشكلاتها، جت فكرة الكتاب علشان تكون سند ورفيق لكل عشريني متخبط في تحديد هويته وتحقيق أحلامه واكتشاف الحياة والناس. هيوفر عليك تجارب أقل ما يقال عنها إنها بتنغص سن الشباب الجميل. الكتاب هيلهمك تعيش بسعادة وثقة وتبني أسس قوية لباقي حياتك. في عشرينياتك بتكون هتقع وتقوم، هتحب وقلبك هيوجعك، هتتعلم وتلاحظ المواقف، هتضحك بصوت عالي وهتبكي بصمت وانت لوحدك. ناس كتير هتكون حواليك في نفس الوقت اللي بتحس فيه انك وحيد. نصيحة في عيد ميلادك العشرين: ما تحطش أهداف مهنية وأكاديمية بس، لكن حط أهداف تقودك لحياة ناجحة متوازنة. وكلمة متوازنة هنا معناها إنك تحافظ على صحتك وعلاقاتك وسلامك الذهني في نفس الوقت. فمفيش فايدة من الترقية اللي بتحصل عليها في نفس الوقت اللي بتنفصل فيه عن شريك حياتك، ولا متعة في قيادة سيارة وظهرك بيوجعك، ولا الشوبينج بيبقى مبهج لو كان ذهنك مليان بالهواجس. ما تاخدش الحياة بجدية مبالغ فيها، لأن ده مش الهدف من الحياة. استمتع بيها زي ما هي، فوجودنا هنا مؤقت. مفيش مشكلة لو ما كملتش بعض الكورسات اللي بتاخدها فجأة، أو كانت درجاتك ونتائجك سيئة، أو سبت شغلك، أو وقعت في الحب، أو اتخانقت شوية مع شريكك. انت إنسان مش روبوت. مرحلتك دي ممتعة لكن غير مستقرة ومليانة بالفرص والتغيير. بتبدأ فيها تكتشف هويتك. هو ده الوقت المناسب علشان تعرف انت عايز تكون مين، سواء في العمل أو في العالم عامة. لأن ده الوقت اللي تقريبا مفيش حاجة في حياتك مؤكدة، لأن معظم القرارات الرئيسية في حياتك لسه ما خدتهاش. التركيز على نفسك مش أنانية. ممكن يكون عندك بعض الالتزامات تجاه الناس، لكن ما تنساش إنك أنت جزء مهم من المعادلة. لازم التزامك تجاه نفسك يبقى رقم واحد من التزاماتك الرئيسية. ابدأ اتعرف على ايه اللي بيخلي لحياتك معنى، وايه اللي عندك الفضول تعرفه، وبتفضل تقضي وقتك مع مين. دلوقتي تقدر تجرب حاجات ممكن يبقى من الصعب انك تجربها في المستقبل لما يكون عندك التزامات اكبر. على سبيل المثال، جرب السفر، جرب تشتغل شغل غير تقليدي، ابني شبكة علاقات قوية من الأصدقاء، وادي الموضوع ده الأولوية. اكتسب مهارات مختلفة. أول وظيفة ليك بعد التخرج بتبقى فرصتك الأولى مش الأخيرة. لسه عندك وقت تكتشف ايه اللي عايز تعمله باقي حياتك. ما تقارنش نفسك بصحابك اللي من سنك ولا بأهلك لما كانوا في نفس سنك. الدنيا كلها اختلفت، ودي حياتك انت مش حياة اي شخص تاني. اي خطوة هتاخدها اكيد هتوصلك لمكان ما. خد نفس وراقب محيطك، وبص من مكانك ايه اللي ممكن تعمله، وقرر بنفسك ايه اللي المفروض تعمله. خد وقتك بعد التخرج وفكر في الامور اللي كنت ناجح فيها خلال دراستك. ابني لنفسك عادات ممتعة، فعلى الأقل هو ده اللي هيعرفك على بعض الأمور عن نفسك وإيه اللي انت محتاجه علشان تنجح. قدر وقتك واستثمر في نفسك، وخليك منتبه لطاقتك وشوف بتستهلكها في ايه. ومن ضمن الاستثمارات اللي ممكن تقوم بيها: واحد، انك تدور على اسطورتك الشخصية. ايه الحاجة اللي بتحفزك دلوقتي؟ بتحب تعمل ايه؟ كنت عايز تبقى ايه وانت طفل؟ ايه الحاجة اللي انت شاطر فيها وبتبقى صعبة بالنسبة لشخص تاني؟ اسأل نفسك كل الأسئلة دي علشان تلاقي هدفك. ما تتوقعش انك هتوصل لكل الإجابات بدري، لكن خليك فضولي بخصوص نفسك. ايه نوعية الحياة اللي عايز تعيشها؟ من حقك تحارب علشان تحقق أحلامك. خود التجربة وافشل وعيد بنى نفسك، طورها وارجع قوم من تاني وهتنجح. رقم 2، ابني جسدا قويا. لو كان في حقيقة واحدة بس في الحياة، فهي ان الاهتمام بصحتك الجسدية هي العامل المساعد الأساسي لحياة أفضل. مش مطلوب منك تبقى لاعب كمال أجسام، ولا عندك عضلات بطن بارزة، ولا تكون العداء الأسرع. أهم حاجة إنك تدي الأولوية للاهتمام بجسمك قدر الإمكان.
وأبسط طريقة هي إنك تنام ما بين 7 و9 ساعات كل يوم، وتاكل أكل صحي بنسبة 80%، وتحرك جسمك في السباحة أو الجري أو رفع الأثقال. رقم 3، حطم مخاوفك. أفضل الحاجات موجودة على الجانب الآخر من الخوف. الخوف جزء لا يتجزأ من حياتنا، وأسوأ جانب من جوانب الخوف إنه بيوقفك عن تجربة اللحظات اللي ممكن تغير حياتك وتشكل شخصيتك. فما تحاربش مخاوفك، لكن واجهها واعترف بيها وإنها موجودة لسبب ما. لكن أنت تقدر تتحكم في تفكيرك، فمش مهم أنت حاسس بإيه قبل ما تعمل التصرف اللي أنت خايف منه. الأهم هو إحساسك بعده. هتلاقي إن الحاجات اللي مخوفاك هي بالظبط الحاجات اللي المفروض تعملها. رقم 4، استكشف العالم وكنوزه. الحياة واسعة ملهاش حدود. سافر وجرب حاجات جديدة باستمرار. العالم لسه عنده كتير يقدمهولك. وفي نفس الوقت سافر صح. سافر علشان تسعى لهدف معين، مش علشان تهرب من حاجة. رقم 5، استثمر في التعليم الذاتي. من أفضل مصادر اكتشاف المعرفة هي الكتب والبودكاست والكورسات الأونلاين من أشخاص موثوق فيهم. اتعلم من أحداث ومواقف الحياة ومن دايرتك المقربة. رقم 6، العلاقات السامة. لو كنت مركز فعلا في تطوير نفسك هتتخطى أصدقاء معينين. ركز على إنك تكون صديق كويس، وافتكر إن أنت كمان تستحق ده من الناس. لو كانت علاقاتك بتأثر بالسلب في نموك الشخصي انهيها فورا. رقم 7، اسمح لنفسك باللعب قليلا واصنع الذكريات. وانت بتجدول وقت شغلك جدول كمان وقت فراغك. اعمل الحاجات اللي بتستمتع بيها. لو كنت عايز تفضل متحفز وحيوي وقت العمل الصعب، اطلع برا البيت. فالخارج هو المكان اللي بتستناك فيه الفرص. خد اجازات وخطط لرحلات، لكن من وقت للتاني خليك عفوي وما تخططش لكل حاجة. ما تهتمش بكل الحاجات اللي بتفرض نفسها على ذهنك. حرر ذهنك واسمح للهدوء في حياتك. انت عارف كويس ايه الحاجات المهمة بالنسبة لك، فاديها الأولوية وتجاهل كل اللي مش بيساعدك ولا بيطورك. رقم 8، اعرف قيمة البساطة. المال أداة بتخليك تعمل حاجات معينة، لكن انت مش محتاج المزيد منه علشان تكون سعيد. اتعلم تعرف الحاجات البسيطة اللي بتبسطك وبتديلك القيمة الحقيقية، بدل من مطاردة كل حاجة بتشوفها في الإعلانات. حاول تحافظ على أسلوب حياة بسيط حاليا، ما تبقاش عبد للاستهلاك. استثمر في التجارب وفي الناس. فالفقير مش اللي عنده قليل، لكن اللي بيشتهي المزيد. رقم 9، تجاهل المنافسة والمقارنة. في الحقيقة المفروض نتجاهل 90% من الناس. المقارنة بتدمر إبداعك وبتبوظ ثقتك بنفسك. التركيز على اللي انت عايزه ووجود قيم خاصة بيك مش أنانية. ده معناه انك بتحترم نفسك ووقتك وطاقتك. الشخص الوحيد اللي المفروض تتنافس معاه هو انت في الماضي، وهي دي المنافسة الوحيدة اللي المفروض تدخل فيها لو كان تطورك الشخصي مهم بالنسبة لك. ما تديش وقت من يومك لأي شخص مش مؤمن بيك، لأن الناس دي اتخلوا عن نفسهم وأحلامهم وبيتمنوا بس إنك ما تنجحش قدام عينيهم. خليك جريء وابدأ. أولا اسأل نفسك، هل عايز توصل لحاجة أو لمكانة معينة؟ ما تقدمش تبريرات، اسعى للحصول عليها. ادخل المنافسة وواجه المحنة. ما تخليش أي حاجة تمنعك من السعي لتحقيق أسطورتك الشخصية. انت أقوى بكتير مما تعتقد. ما ترضاش بأقل من اللي انت عايزه، لأن التنازل ده هو أصل الندم. الفصل التاني بيتكلم عن العلاقات. في ال20 بيبدأ الشخص يدور على شريك حياته، وده معناه إنه ممكن جدا يفشل ويرتكب الأخطاء. فتقبل الحقيقة دي وخليك مستعد، لأن ده هيخليك أقوى. تجنب الزواج المبكر. في ال20 من المستبعد إنك تكون عرفت نفسك بشكل كفاية، وإنك تكون عارف إيه بالظبط اللي إنت بتدور عليه في شريك حياتك. فقابل ناس كتير وتعرف على أصدقاء أكتر، لأن ده هيسمح لك تكتشف إيه اللي انت عايزه فعلا. اعمل قائمة بالأمور الغير قابلة للتفاوض بالنسبة لك. اكتب فيها الحاجات اللي ما فيهاش نقاش بالنسبة لشخصيتك، أو اللي مش هتتسامح بيها مع الشريك أو أي شريك محتمل أيا كان الموضوع، بغض النظر عن مدى جاذبيته أو إعجابك بيه. القائمة دي هتساعدك تتجنب الشخص الغلط. فعلى سبيل المثال انت ممكن ما تتسامحش مع شخص بيدخن أو شخص عنيف
أو عاطل عن العمل أو سريع الغضب أو بيركز على حياته المهنية أكتر من الأسرة. ما تحاولش تكون حلال المشاكل في علاقاتك. العلاقة بتدور حول شخصين كاملين بيتشاركوا الحياة مع بعض، مش شخص منكسر والشخص التاني طبيبه النفسي اللي هيقعد طول حياته ويصلح له في العقد اللي عنده ويجمع شخصيته من تاني. ما تسمحش لحد انه يجبرك للدخول في علاقة انت مش عايزها تماما. المظاهر والمال والمكانة كل دي تقاليد مجتمعية، لكن مش هي دي الأمور الأهم. واستمتع، الحياة أقصر من إننا نضيعها. لو ما كنتش سعيد في علاقاتك ومش مستمتع بوقتك، قول كفاية واكتفي بهذا القدر. حب نفسك أولا قبل ما تكون مستعد فعلا للخطوة دي. خد وقتك في العشرينيات وحب نفسك بعمق، ودي مش نرجسية لكن تفضيل لسعادتك الخاصة على سعادة الأشخاص التانية اللي ما عملوش أي حاجة علشانك. لو عملت كده هتقدر تاخد قرارات من منطلق القوة والحب، سواء القرارات دي اتعلقت بالزواج أو بالعمل أو بالصحة. فلو كنت بتحب نفسك مش هتقدر تكمل مع شخص مسيء، ولا هتقدر تستمر مع شخص مش بتحبه، ولا هتقدر تكمل في الوظيفة اللي بتكرهها، ولا هتقدر تستمر في التدخين اللي بيدمر صحتك، ولا هتتقبل التصرفات الوحشة. الفصل الثالث بيتكلم عن الجامعة والعمل. ازاي تختار الجامعة المناسبة؟ من الطبيعي في البداية انك تدور على ترتيب الجامعة بحسب التخصص، لكن في امور تانية لازم ناخدها في الحسبان. 1. فكر في إمكانية التوظيف. شوف معدل النجاح كام، وإيه اللي بيعمله الطلاب بعد التخرج، وإيه اللي ممكن تقدمه لك الجامعة من ناحية فرص العمل والتوظيف. 2. اتأكد إنها اختيارك المناسب. اتأكد إن الجامعة ومناهجها بتناسبك، مش مجرد كلية قمة. فالموضوع بيتعلق بالحاجات اللي انت مهتم تدرسها. 3. وازن بين الدراسة والحياة الاجتماعية. ما تقضيش الوقت كله في الدراسة، حاول تنضم للتجمعات والأنشطة الطلابية وتعلم حاجات جديدة. اتعلم تدير وقتك واعمل اللي بتستمتع بيه. وازن بين الدراسة والتواصل الاجتماعي وتعامل مع ناس من ثقافات مختلفة. 4. ما تستسلمش لضغط الزملاء وتنجر لسلوكيات مش كويسة زي التدخين. وفي نفس الوقت ما تروحش الجامعة علشان الجانب الاجتماعي بس. استثمر التجربة إلى أقصى حد. استمتع بدراستك الجامعية قدر الإمكان لأنها بتخلص بسرعة جدا. استفيد من كل فرصة بتجيلك. اتكلم مع الكل لأن وقت الجامعة هو أفضل وقت هتقضيه في حياتك. اكتشف ايه اللي انت عايزه وايه اللي انت شاطر فيه وخلي عقلك منفتح. أما بالنسبة للعمل، لو لسه جديد في سوق العمل فحماستك الأولية اللي جاتلك أول ما حصلت على عرض العمل ممكن تكون انتهت وحلت محلها العصبية والقلق. انت مش لوحدك. بداية عمل جديد أمر مرهق للأعصاب حتى بالنسبة لأكتر الناس ثقة، وعلشان تتحكم في القلق لازم تفهم إن عصبيتك مؤقتة. بعد أيام هتتعود وهتفتكر الأمور اللي شجعتك على قبول العمل الجديد وإنك هتبدأ فصل جديد من حياتك. ما تفكرش في الطريقة اللي هيشوفوك بيها زمايلك القدام. ما تضغطش على نفسك علشان تبقى مثالي من أول يوم. محدش هيكون مستني منك كده أصلا في البداية. ما تصدقش الإحساس اللي بيقولك إنك أقل كفاءة من زمايلك. أكد لنفسك إنك تستحق الفرصة. فكر نفسك إنه تم اختيارك من بين عدد كبير من المرشحين. ومن أهم النصايح اللي ممكن أقولها لك النهاردة إنك ما تاخدش أي قرارات رئيسية في حياتك علشان ترضي حد. أهلك ممكن يختاروا لك كلية معينة، لكن شغفك أنت يبقى في مكان تاني. عيش حياتك علشانك أنت. العالم زي ما محتاج دكاترة ومهندسين محتاج كمان محاميين شطار. فإيه الفايدة من إنك تعيش حياتك كلها يتقالك يا مهندس فلان وإنت كان حلمك تبقى فنان؟ وأخيرا خد معاك الأجزاء الأفضل من عشرينياتك لتلاتينياتك. خد معاك حس الفكاهة والمغامرة واستمر في السفر والتعلم، وسيب وراك أي حاجة كانت بتعطلك. نهاية عشرينياتك مش نهاية شبابك، لكن ممكن تكون بدايتها. وبس كده، أشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.